بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده زي ما كلنا عارفين مباراة الأهلي والترجي في دور نصف نهائي البطولة الإفريقية. المباراة اللي انتهى اللقاء الذهاب فيها بنتيجة فوز النادي الأهلي 3-0، وده يبدو فوز مريح بنسبة كبيرة ليؤهل النادي الأهلي نهائي البطولة. إن شاء الله المباراة هتكون في تمام الساعة 10 مساء. استقر المدير الفني السويسري مارسيل كولر على تشكيلة المباراة بغياب نجم الفريق الأول وحارس مصر الأول محمد الشناوي. هيكون علي لطفي هو الحارس الأساسي، وخط الدفاع هيكون بقيادة أسرع دليفري في مصر علي معلول، وياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، وخالد عبد الفتاح. وخط الوسط هيكون بقيادة حمدي فتحي، الدبابة المالية أليو ديانج، ومروان عطية. والهجوم هيتكون من النينجا حسين الشحات، والفولت العالي كهربا، وبيرسي تاو. ونتمنى النادي الأهلي يلعب مباراة قوية النهاردة عشان يأكد جدارته بوصوله لنهائي الكاس. واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ويا ريت ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناة.